ايوه، وانت تغير فيك ايه يعني لما جه؟ انت قاعد تقول مستنيه مستنيه وفي الاخر ما عملش اي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ معانا النهارده حديث عن شهر كريم، حديث يا صديقي عظيم. هنتكلم فيه عن شهر أعظم، شهر يا صديقي ربنا خلاه من الأشهر الحرم، خلاه يا صديقي منفرد ما بين شهرين مش حرم. يا صديقي هذا الشهر كانوا في الجاهلية بيعظموه، فأنت يا صديقي هل هتعظمه ولا تكون أوحش من بتاع الجاهلية؟ وهو ده موضوع الفيديو النهارده يا صديقي. بس قبل ما نبدأ بس لايك واشتراك وتابعنا على قناتنا على الواتساب وتلاقيه في وصف الفيديو وتلاقي في التعليقات وتصلي على النبي. يلا يا صديقي، يلا بينا. شهر رجب يا صديقي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما تظلمش نفسك فيهم يا صديقي. كده كده ظلم النفس حرام في أي يوم من أيام العام، لكن في هذه الأيام الظلم أعظم يا صديقي. فما تظلمش نفسك بالمعاصي والذنوب، المعاصي والذنوب يا لا يا صديقي. ما تظلمش نفسك بالمعاصي والذنوب عشان الذنب في هذا الشهر أعظم من غيره من الشهور. اسمع بقى، الجاهلية كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يسمون هذا الشهر بمنصل السيوف ومنصل الرماح، منصل الاسهم. ليه بقى يا صديقي؟ لان هم لما كان بيخش عليهم الشهر ده كانوا بيعملوا ايه بقى؟ كانوا يروحوا يجيبوا الرماح والاسهم. الرماح ده عارف تصنع من الخشب، بس من قدام كده بيبقى فيها ايه؟ فيها حاجه حديد كده عشان تغرز في قلب فتحط عليه غلط. ونفس الكلام في الاسهم، بتبقى مصنوعه من الخشب عشان تبقى خفيفه وتطير كده، وبرضه تبقى قدام في حته حديد عشان تغرز في رقبه المهم فهم بقى كانوا بيجوا في الوقت ده فيخلعوا الحديد ده تعظيما لهذا الشهر. كان واحد منهم بيشوف اللي قتل ابوه ولا اللي قتل اخوه كان ما يقدرش يقرب منه عشان هو بيعظم الشهر ده. فما بالك بقى احنا يا صديقي، احنا المسلمين، احنا اللي عارفين حرمة الشهر، واحنا اللي عارفين ان هذا الشهر عظيم. احنا اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر انه شهر كريم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا صديقي في حجة الوداع، في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم من اخر ما يقول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه بقى؟ يقول لك ان الزمان وانا ليه اللي عاد اغلط في ذلك الزمان. المهم ان الزمان قد استدار، قد استدار لكم كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض 12 شهرا منها أربعة الحرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. رجب يا صديقي هو يسمى رجب مضر، رجب مضر. الشهر ده يا صديقي الأعمال فيه بتبقى عظيمة، الأجر فيه أعظم، والذنوب برضه بيكون جزاءها أعظم. فخلي بالك يا صديقي لا تعمل سيئات وأكثر من الطاعات. لما جه بقى رجب يا صديقي أنت عملت إيه؟ انت يعني الجاهلية كانوا ما بيعملوش حاجة في حرام وكانوا بيتجنبوا في الحاجات الحرام. انت بقى عملت ايه؟ هل زودت طاعاتك؟ هل بعدت عن معصيك؟ هل زدت الذنوب؟ هل قلت خلاص اسعى بقى نسيب الذنب ده؟ ولا قلت بقى يا عم رجب بقى والله انا مش رمضان، لما يجي رمضان يبقى نبدأ؟ لا يا صديقي، لازم تستعد لرمضان من هذه الايام. الصالحين كانوا بيستعدوا قبلها ب6 شهور، يا عم احنا شهرين شهرين. المهم فرجب يا صديقي احنا المفروض نستعد منه لرمضان. تقول لي ازاي؟ اقول لك يا صديقي، دلوقتي لما لعيب الكوره بتيجي تلعب هل بينزلوا اول ماتش من غير ما يتدربوا مثلا كده؟ يعني عندهم كاس العالم مثلا، كاس العالم 2026 اللي هو ده انت عارف بقى صديقي، انت عارف الحاجات دي. المهم كاس العالم ده هل لو منتخب مثلا مشارك فيه هل اول ماتش يلعبه او اول تدريب يتدربها هو الماتش، ولا يكون متدرب قبلها بشهور وايام واسابيع؟ بص هيبقوا قاعدين طحنين نفسهم، اكيد بيتدربوا. في نفس الكلام انت يا صديقي لازم تدرب نفسك عشان لما يجي بقى الماتش الكبير اللي هو رمضان عندنا، فكك منهم هم يعني ما تضيعش وقتك بالحاجات دي يا صديقي. رمضان عندنا احنا بقى لازم بقى نكون مستعدين وننزل كده بقى مشمرين الايادي كده بقى بصوا كده. فلازم نستعد يا صديقي من هذا الشهر، لازم نعظم الشهر، لازم نبعد عن او نحاول نبعد عن الذنوب ونسعى في تركها، لازم نتزود من الطاعات لان اجرها كبير عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الشهر شهر حرام، والشهر اللي بعده ترفع فيه الاعمال، وبعده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. فلازم يا صديقي نستعد، وانا ان شاء الله ربنا يعيننا ويساعدنا اللي احنا نستعد. وان شاء الله نزود لكم من الفيديوهات اللي من الجايين دول عن فضائل شهر رمضان وازاي نستعد له
وايه هي الحاجات اللي المفروض نبعد عنها، عشان في شويه حاجات كده بص هو عاوز امسك الناس ما اعمل لهمش اي حاجه. بس كده، بس كده يا صديقي، وصلنا لنهاية الفيديو وفهمنا في الفيديو ده مين هو شهر رجب ومفروض نعمل فيه ايه ونبعد فيه عن ايه عشان ربنا يكرمنا يا صديقي. الواحد محتاج كرم ربنا في كل ثانية بل في كل لحظة يا صديقي. وبس كده يا صديقي، انتشر لايك واشتراك طبعا على قناتنا على الواتساب، رابط ليه في وصف الفيديو، تقول لك في تعليقات وتصلى على النبي. أسأل الله أن يكون الهموم وشرح لكم الصدور وأسعد أوقاتنا وأوقاتكم، فإنه هو الحي القيوم وسبحانه يعلم أني فيه أحبكم فإنه علام الغيوب. كان توفيق من الله وكان من خطأ فمني من الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.